كله بسبب الموبايل. الجملة دي أكيد سمعتها كتير وكنت بتدافع عن الموبايل من غير تفكير. هل فعلا التليفون هو سبب كل المشاكل اللي بتحصل لك؟ ولو هو السبب فعلا، إيه الحل؟ ده اللي هجاوبك عليه في فيديو النهاردة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. مفيش حد يقدر ينكر إن التليفون أو الموبايل من أهم الاختراعات اللي عرفتها البشرية. الموبايل سهل على الناس إنهم يتواصلوا مع بعض، وكمان غير حياة ناس كتير للأفضل. بس الموبايل زيه زي أي حاجة تانية، زي ما ليه فوايد ليه أضرار. فهل إحنا بقينا بنستخدم الموبايلات بشكل يخلي حياتنا أسوأ أو يضرنا سواء على المدى القريب أو البعيد؟ في عام 2007 تم إصدار أول آيفون، وقدر يجمع بين أكتر من حاجة في نفس الجهاز، وغير شكل التواصل اللي كنا عارفينه. بس الفكرة هنا إنه تحول بعد كده من وسيلة للتواصل للإدمان، بقى صعب إنك تتخلص منه. والسبب الرئيسي في كل ده هو الدوبامين، لأنه هو المسؤول عن المكافأة في الدماغ. يعني لو عملت حاجة ممتعة تاخد جرعة دوبامين. والفكرة هنا يا صديقي إن الدوبامين بيخلي عندك رغبة إنك تكرر نفس الحاجة دي عشان يجيلك نفس الشعور، سواء كانت الحاجة دي صح أو غلط. والشركات عارفة الموضوع ده، عشان كده بيحاولوا يخلوك تستخدم تطبيقاتهم أكتر وقت ممكن. وهي دي بالظبط نفس فكرة القمار، وهي إنك ممكن المرة الجاية تفوز وتعوض اللي خسرته فتفضل تلعب. هو ده اللي بيحصل معاك لما تشوف فيديو ما يعجبكش على تيك توك مثلا. المفروض ساعتها تقفل التطبيق، بس اللي انت بتعمله عكس كده، وبتفضل تقلب عشان تشوف فيديو يعجبك فتحصل على الدوبامين. وساعتها مخك هيخليك تكرر نفس العملية عشان تحصل على المكافأة، وتفضل تكرر نفس العملية، وممكن تفضل تعمل كده ساعة أو ساعتين. والمشكلة هنا يا صديقي إن مخك كل مرة بيرفع سقف التوقعات، وبعد كده مش بيفرز الدوبامين إلا لو شفت حاجة أشد. وساعتها الحاجات العادية اللي كانت بتبسطك مش هتأثر فيك. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن ده هيخلي الحاجات العادية اللي كنت بتعملها صعبة عليك، زي إنك تذاكر أو تشتغل أو تخلص أي حاجة وراك. وفي اللحظة دي هيكون سهل بالنسبة لك إنك تمسك تليفونك عشان تحصل على جرعة دوبامين، وللأسف ده هيأثر على تركيزك. وفي فيديو مهم جدا شرحت فيه الدوبامين بالتفصيل، أنصحك تشوفه وهتلاقيه في وصف الفيديو. في عام 2003 كان تركيز البشر تقريبا 12 ثانية، وفي 2015 وصل تركيز البشر ل 8 ثواني. وعشان تعرف خطورة الموضوع ده، في أنواع من السمك تركيزه تقريبا 9 ثواني. ودي مشكلة يا صديقي، لأن الحياة العادية بقت مملة بالنسبة